الحكايات نوعين، الأول بطل مات وانتقل لعالم تاني، أما النوع التاني فشاب كحيان جاله قوة من العدم، وغالبا كده بتكون جدعنة من الكاتب. بس اليوم جايلك بحكاية مختلفة، وقبل ما نبدأ اذكر الله وصلى على النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم، ويلا بينا نبدأ حكايتنا. بتبدأ الحكاية بجنود ماشيين وسط المدينة، وقائد الجنود دولت بيخطب في الشعب وبيقول إن في مدينة وقعت في إيد العدو، بس إحنا هنوجعها من تاني. المهم سيبك من كل ده وركز مع الواد اللي بيجري في جنب ده. بيوصل على مكتبة شكلها غريب، وبيدخل وبينزل القبو بتاعها، وبيكون فيها عجوز قاعد كده، وبيفضلوا يتكلموا شوية، وفي الآخر الواد ده بياخد كتاب من العجوز وبيمشي. وبعد ما بيمشي العجوز بيضحك وبيقول عليه إن هو وحش النهاية. الكلام فيه ألغاز بس كل حاجة هتبان بعدين. ونروح للأكاديمية وبنلاقي إن في محاضرة شغالة، وبطلنا واللي بنعرف إن اسمه مونو قاعد في عالم موازي ومركز في الكتاب اللي أخده من العجوز، وبيفضل متنح في الكتاب كده حتى ما بيروح السكن بتاعه بيكون نفس الموضوع، لحد ما في بنت بتدخل عليه وبتجعزه، ومونو بيقول لها مش تخبطي يا ولية خضتيني. المهم بنعرف إن البت ديت اسمها مونو. بتفضل مون تتكلم مع مونو عن إنه هو شخص فاشل ولسه له شويه ويتفد من الاكاديميه. فمونو بيقول لها بكل فخر اكاديميه ايه ديت اللي اهتم بيها؟ انا بدرس علم الخيمياء. فبتفضل تضحك عليه شويه حلوين كده، بس فجاه الباب بيتفتح بسرعه وبتدخل بنت، بس الغريب انها مش بتلاقي حد في الاوضه وبتكون متضايقه، وبيكون معاها بنت تانية بتحاول تهديها بس بتزعق فيها وبتخرج. والبنت ديت بتقول لها يعني انت سايبه كل الرجاله وجايه تحب مونو الفاشل ده؟ المهم بينتقل بينا المشهد لمونو ومونو بيكونوا قاعدين في مطعم الأكاديمية وبيتكلموا، ومونو بيقول لها إن هو لازم يخلي العجوز يعلمه فن الخيمياء. فمون بتقول له يا جدع ركز شوية، أنت نبيل يعني لازم تكون فاوس وتحارب العدو. فمونو بيقول لها أنا بفضل أعالج الناس بالخيمياء أحسن ما أسلب روحها بالسيف، وشكل الفنان أخلاقه عالية وهيتعب كل اللي حواليه. المهم بيتفق هو ومون إنهم هيخرجوا بالليل، وبالفعل الليل بيجي وبيكونوا بيهربوا من الأكاديمية، بس البنت اللي كانت اقتحمت الأوضة بتاعته بتظهر، وبنعرف إن اسمها شارلوت، والبنت اللي كانت معاها اسمها فيليب. ونركز شوية مع فيليب ديت علشان جاي من وراها مصايب كتير. بعدها بنشوف المجموعة كاملة راكبين على أحصنة وماشيين في الغابة، ومونو بيقول إن هو شاف جنيات عند عجوز المكتبة إيكو، والجنيات دولت بيكونوا خادمين للخيميائيين، ولو العجوز مش عايز يعلمني الكيمياء فأنا هتعلمها من الجنيات. وبينزلوا من على الأحصنة وبيتمشوا في الغابة شوية، بس فجأة بينزل عليهم جنود منسمين، وهم دولت جنود انجلترا الدولة المعادية ليهم، وبتبدأ معركة بينهم، والجنود بيكونوا متفوقين في القتال لحد ما مونو بيومع عليهم قنبلة دخانية. وشارلوت بتبدأ انها تعمل خدعة ذكية وبتقول ان مونو تلميذ المشعوذ ايكو بنفسه، يعني ممكن يفشخهم بخدعة من بتوعه. والغريب ان الخدعة العبيطة دي بتمشي على الجنود وبيكسبوا وقت لحد ما مون بتخلص وبتيجي تفشخهم وتقبض عليهم، وبيولعوا نار وبيقعدوا يتكلموا شوية، ومونو بيمدح مون على المجهود اللي بذلته علشان يكسبوا المعركة. وشارلوت بتكون غيرانة وبتقوله الاهتمام ما بيطلبش، فمونو بيمدحها هي كمان وبيطلع حجر غريب كده، والحجر ده بيكون اسمه حجر الفلاسفة. وبتبدأ البنات ان هم يتريقوا عليه وعلى الحجر، وفي الاخر بيبطلوا عبط وبيكونوا مبسوطين باللمة الحلوة ديت، وبيدعوا ان هم يفضلوا كده دايما جنب بعض. بس القدر مش هيسيبهم، لانهم في يوم من الايام هيضطروا يدخلوا في حرب ضد بعض علشان المشاكل السياسية اللي بين فرنسا وانجلترا. وتاني يوم بيقسموا ان هم هيفضلوا صحاب مدى حياتهم. المهم بنشوف جندي معاه رسالة وبيوديها لمون، ومون بتقرأ الرسالة وبيبان من ملامح وشها ان محتوى الرسالة مضايقها جامد، وبتطلع مون تتمشى والمساعدة بتاعتها بتمشي وراها، وبيفضلوا يتكلموا لحد ما بيسمعوا صوت في فناء الأكاديمية، وبيكون في عيل عبيط عايز يقاتل مونو علشان مفكر ان هو بيسوق منه فيليب، وشكله ما يعرفش ان هو مش طايقها. والواد الملزق ده بيسأل فيليب لو كانت بتحبه، بس فيليب بتحرجه وبتقوله انها بتموت في مونو. وبنعرف ان المعتوه ده اخو مونو الصغير، وبتيجي مونو وبتديله ضربة في منطقة حساسة شوية علشان يحترم نفسه، وبيروح مونو ومون عند الكبرى علشان يتكلموا، ومونو بيعرف ان مون هتروح علشان تحارب، وبيكون زعلان جدا وخايف لا يحصل لها حاجة، ومن كتر خوفه عليها بيروح للعجوز ايكو وبيحاول يقنعه ان هو يعمل تعويذة يخلي بيها مون خالص
خالدة والعياذ بالله، بس ايكو بيرفض رفض تام انه يعمل حاجة زي ديت. وتاني يوم بتبدأ المعركة ومون بتكون عاملة اداء خرافي وسط الجنود، وبنلاقي ان مون راكب على حصان وبيجري وبيدعو ان مون تكون بخير لحد ما يوصل. وبعد شوية بيوصل وبيلاقي سيف مون بس هو اللي موجود، وبينهار مون حرفيا من الحزن لان جيش الانجليز اخد مون خلاص. وبنشوف ان فيليب جالها استدعاء من العيلة وبيأمرها رئيس العيلة انها تنضم للجيش الانجليزي في الحرب، ومن هنا هتبدأ المأساة الحقيقية. نرجع لمونو اللي بدأ ان هو يعمل تعاويذ وكلام من ده علشان ينقذ مون، وبيفضل يحاول كتير بس بيفشل، لكن في واحدة من المحاولات بينجح في ان هو يخلي الحجر يضيء وبيخرج منه جنية، بس مش اي جنية، ديت ملكة الجنيات. وبيتكلموا شوية مع بعض لحد ما بتعرفوا على طريقة يمتلك بيها القوة اللي هينقذ بيها مون، وهي ان هو يحول حجر الفلاسفة لإكسير ويشربه. وبالفعل بيبدأوا بيعدي الوقت وبتمر السنين، بيكون مونو قاعد مكانه لمدة 7 سنين. ضيع 7 سنين من حياته علشان اصدقائه. الواد ده عنده كمية وفاء غير طبيعية. المهم بعدها بيركب العربية وبيمشي في الغابة لحد ما بيوصل لبنت كده اسمها جان، وفي شوية جنيات حواليها. ومونو بيقعد شوية مع جان علشان يجرب يعمل الاكسير مرة تانية، بس جان بتفضل توخم شوية عليه لحد ما بيحط مقداره غلط والاكسير بيفوقع، فمونو بيحاول يحمي جان، لكن في ازازة بتدخل في ظهره وبيغمى عليه. وبعدها بشوية بيفوق، بس بيكون متعصب جدا لما بيفتكر صحابه لانه بقاله 7 سنين بيحاول يعمل الاكسير بس مش عارف. فملكة الجنيات بتهديه وجان بتدخل عليه وبتتأسف له، فمونو بيقول لها ان ده مش خطأها، فجان بتعيط. وفجأة الجرس بتاع المدينة ون، وبتيجي طلقة جنب الحارس اللي بيون الجرس تخليه يسكت، واللي بيكون ضارب الطلقة ديت هي جندية جاية علشان تحمي المدينة من جيش العدو. وده لان جيش العدو هيهجم عليهم بعد يومين، بس بشرط انها عايزة كل الموان بتاعة المدينة، بس الطلب ده بيكون صعب على زعيم القرية. وجان بتيجي من بعيد على الجندية دي وبتتحايل عليها علشان تسيب موان القرية، بس الجندية بتضرب طلقة في مونو، وده لان هي مفكراه ان هو ساحر، بس هو بيعرفها ان هو خيميائي. وبيدخلوا جوه المدينة وبيفضلوا يتكلموا شوية، لكن فجأة بق مونو بيبدأ ينزل حاجات غريبة كده، والجنية بتحلل الموقف وبتقوله ان هو بقى جزء من الاكسير، وده لان في جزء من الاكسير دخل جوه جسمك. فمونو بيكون فرحان لان كده جسمه بقى ممكن يتقبل حجر الفلاسفة، وبيكون لسه هياكله، بس الجنية بتوقفه وبتقوله انه ممكن جسمه ينفجر لو اكل الحجر. والباب بيتفتح وجند بيقول لايو ان جيش العدو وصل، وايو ديت هي قائدة الجنود اللي شفناها. المهم بتطلع ايو وبقية الجنود علشان يتصدوا لجيش العدو، ومونو بيفضل قاعد مكانه وبيفكر في حل علشان يشغل حجر الفلاسفة، بس جان بتقلق كده وبتخرج بوه وبتتصدم من المنظر. كل الجنيات ميتين بسبب الجنود وبتنهار من الصدمة لان الجنيات دولت كانوا زي عيلتها. لا وكمان الجنود بيضحكوا عليها وبيقتلوها بدم بارد، بس جان ما بتكونش ماتت لسه وبتبدأ تعيط، ومونو بيسمعها وبيطلع عليها وبيشتلها وهي غرقانة في دمها. وجان بتقوله ان بسبب ضعفها السنة اللي فاتت الجنود قتلوا اختها، وبتكمل وبتقول انها كان نفسها تكون فارسة بس لسبب الظروف ديت ده ما حصلش. فمونو بيقول لها انا مستعدة اديك القوة، بس المقابل هو انك هتكوني معايا دايما. فالبنت بتوافق، وبالفعل مونو بيكسر حجر الفلاسفة لجزئين علشان يديلها جزء منه، وبيبدأ بأول خطوة هو ان هو ينقل لها شوية من الاكسير، وبعد كده بيبدأ يحط الحجر في الجوح بتاعها. وجان بتصرخ من شدة الألم، ونروح لإيو والجند اللي معاها وبيكونوا متحصرين من جنود العدو وعلى وشك ان هم يموتوا، بس فجأة بتظهر جان وبتدخل على جنود العدو وبتبدأ ان هي تخلص عليهم واحد ورا التاني، بس في سهم بيدخل في دراعها، بس بتكمل بكل هدوء وبتطلع السهم والجوح بيلم. والجنود اول ما بيشوفوا الكلام ده بيطلعوا يجروا، وجان بتكون لسه هتجري وراهم، بس مونو بيوقفها. فجان مش بتسكت وبتطلب من ايو انها تقاتلها، وبالفعل بيبدأ القتال بينهم.
الدم، وايو بتديلها طلقة بس جان بتتفاداها وبتظهر قدام ايو اللي بتكون مصدومة من كمية القوة اللي عند جان. بس فجأة جان بيغمى عليها بسبب ان وقت الحجر خلص. وتاني يوم اهل القرية بيودعوا جان علشان هتمشي مع مونو، وبتبدأ جان رحلتها هي ومونو علشان يوقفوا الحرب. بيوصلوا على المدينة وبيبدأ مونو ان هو ينشر اشاعات ان جان هي اللي هتنقذهم من الحرب اللي شغالة، وبيعمل تجمع وبيفضل يقنع الناس بكده، وبيطلع الجنية قدام الناس والناس بتنبهر بشكلها. وكمان ايه والفارس بيساعدوه مع انهم رافضين الفكرة اصلا. المهم العته ده بيخلص وبيركبوا عربيتهم وبيروحوا يخيموا في الغابة، وبيفضلوا يتكلموا وكل واحد بيوخم على التاني. بس جان بتيجي وبتطلب من مونو واحدة مشبك، فبيكون الكل مصدوم. بس بنعرف ان هي عايزة اكسير وديت اثار جانبية علشان مونو قسم حاجة والفلاسفة. بس فجأة سهم بيتوشى جنب مونو وبيهجم عليهم مجموعة من الملثمين، وبتبدأ معركة دامية ومونو بيشيل السهم. بس قبل ما يتحوك جان بتجري وبتخطف منه مشبك سريع، وكده بتتحول وبتبدأ المعجنة وبتهجم على الجنود. وبعد شوية بتكون جان خلصت عليهم، بس في جندي بيكون مستخبي فوق شجرة وبيقول ان الموضوع سهل ولازم جان تخلص ال3 دقايق وبعد كده هيغمى عليها لوحدها. المهم بنروح للقصر الملكي وبنلاقي شخص شبه مونو جدا، وبيجيله الحارس وبيقوله ان في رسالة جاية من شخص اسمه مونو للأميرة. فالشخص ده بيتعصب لدرجة ان هو بيقتل الجنية اللي في ايده. وبنشوف مونو وجان ماشيين في ممر القصر وبيتكلموا، بس فجأة جان بتستغرب لما بتلاقي ان مونو اختفى من جنبها، بس بتكمل طريقها. واما مونو بيكون في مجموعة من الحراس خطفوه وبيحدفوه في زنزانة، وبينزل وبيلاقي صاحبتهم القديمة مون وبيكون مصدوم جدا. وعند جان بتدخل جوه عند الأميرة وبتلاقي حفلة كبيرة ومجموعة كبيرة من النبلاء، بس جان بتقول ان ديت مش الأميرة، فالكل بيتصدم. وبالفعل ما بتكونش ديت هي الأميرة الحقيقية، وبيكون ده اختبار من الأميرة علشان تعرف لو جان كانت قديسة فعلا ولا لا. ونرجع لمونو ومون اللي بتعاتبه علشان ما جاش ينقذها كل الفترة ديت، وبتبدأ تحكي له على اللي حصل من 7 سنين لما اتهزموا في القتال على ايد هنوي الخامس، وان هنوي مرضاش يقتلها وخدها فارسة تحت ايده. وبعد فترة هنوي مات وجون رجعت لفرنسا، بس لقت ان النبلاء استولوا على المملكة، وبسبب ان هي مرضتش تنضم ليهم اتهموها بتهمة وحبسوها هنا، وبتفضل تعيط. وبنروح للجنية اللي بتخدع الحارس وبتدخل الأوضة بتاعة الشخص اللي شبه مونو ده، وبتلاقي جنيات كتير متحنطين وبتترعب من المنظر. بس الشخص اللي شبه مونو ده بيجي من وراها وبيمسكها. وبنروح للأميرة شارلوت وهي بتتكلم مع جان عن مونو وان هو ما جاش انقذها لحد دلوقتي ليه. وبعد شوية كلام من ده فجأة دراع جان بتتقطع، وبيكون اللي عمل كده فارس عملاق وبيبدأ يهجم على جان هجمة ورا التانية. وجان بتتحول وبتحمل أميرة لحد ما بتجيلها الفرصة وبتقوم مخلصة عليه وبيغمى عليها علشان ال3 دقايق خلصوا. بس بيظهر صوته بيقول ان اخيرا جان نامت. وعند مونو بيروح له الواد اللي شبهه ده واللي بنعرف ان هو اخوه واسمه ويل، واللي بيبان قد ايه هما بيكرهوا بعض. وبنروح لنقابة المغامرين وبنلاقي مبعوث من القصر الملكي قاعد قصاد ايه، وبيكون جايب لها مبلغ مالي كبير وبيسيبها وبيمشي. وبقية اعضاء النقابة بيدخلوا وبيحتفلوا لانهم بيكونوا فاكرين ان مونو هو اللي عمل كده. بس ايه بتصدمهم وتقول لهم ان مونو وجان اتقبض عليهم والفلوس ديت علشان نسكت ونرجع لجان اللي بتتعذب على ايد شخص ملثم. والشخص ده بيطلب منها تقول ازاي بتجيب الاكسير وعلشان يعرف يستخدم حاجة والفلاسفة، بس جان مش هتقول بالسهولة ديت. فالشخص ده بيهددها ان هي لو ما قالتش هيشوه وش الاميرة. ونروح لمونو وهو بيكلم اخوه ويل وبتحصل بينهم خناقة، وبعد كده ويل بيفتح لهم الزنزانة علشان يقتلهم. بس قبل ما يطعن مون بتيجي طلقة توقع السيف بتاعه، واللي بتكون ضربة الطلقة ديت هي ايه. وويل بيكون مصدوم لانهم دفعوا ليهم علشان ما يتدخلوش. فايه بتطلع الفلوس وبتحدفها عليه وبتؤمر بقية النقابة ان هم يهجموا عليه. وبالفعل بتبدأ المدعكة وجان بتكون متبهدلة جدا، بس الاميرة مش بتستحمل اللي بيحصل لجان ده وبتصرخ بأعلى صوتها. ومونو وايه بيسمعوا الصوت وبيجوا يمته، وبيلاقي الملثم حاطط السكينة على رقبة جان وبيقول له مونو ان هو هيقتلها لو اتحوك. فمونو بيقول له انت عايز حاجة والفلاسفة صح؟ خلاص قشطة يا عم هديك الحجة. فالشخص الملثم بيضحك وبيقول له انت مفكرنا عبيط؟ جان قالت له كل حاجة وان الاكسير بيخرج من جسمك انت. فمونو بيضحك
وبيقول له شكلي مش هعرف اخدعك، وبالفعل بيحط له شويه من الاكسير في الحجر وبيديهوله، والملثم ده بيبلعه. بس مونو بيضحك عليه بسخريه وبيحط شويه اكسير على الارض وبيتبخره، وبيقول له انت عبيط يلا، طالما الاكسير اتعرض للهوا بيفسد اصلا، يعني انت كده كده ميت. وبالفعل الملثم جسمه بيفوقع وبيموت، وبتكون المجموعه كلها مبسوطه. بس فجاه بتدخل عليهم فيليب، بعدها بتطلع فيليب ومونو يتكلموا فوق السطح، وفيليب بتكون جايه علشان تعمل هدنه بين انجلترا وبين فرنسا، وبتفضل تتكلم شويه عن موضوع الحرب اللي بتحصل ديت، وبيخلصوا كلام ومونو بيسيبها لوحدها، وفيليب بيظهر ليها شبح ابوها اللي مات في الحرب، بيقول لها انت ازاي جايه تعملوا هدنه مع اللي قتل ابوكي، وبيفضل يلعب في دماغها شويه حلوين كده. ونروح لجان اللي بتاخد الاكسير من مونو، بس الاميره بتكون عايزه تاخد الاكسير زيها علشان تاكل النص التاني من حاجه والفلاسفه، وبيفضلوا يتكلموا ويوغوا شويتين كده لحد ما فيليب بتفتح الباب وبتتكلم معاهم برسميه، وبيعرفوا ان هي لسه على عندها، وبيحاولوا يقنعوها بس هي بترفض، وبتقول لهم ان هي لازم تحقق حلم ابوها، وبتسيبهم وبتمشي. بس مونو بينزل وبيجي وراها، وبيعدي من الحراس علشان يكلمها، وبيحاول يقنعها ان هما ما اتفقوش على كده من 7 سنين. بس فيليب بتصدمه لما بتديله واحده مشبك وبتاخد منه شويه من الاكسير، والحراس بيشدوا مونو غصب عنه، وفيليب بتمشي. بس مونو بيكون مصدوم من تصرفها ده. المهم بعد شويه بنلاقي الاميره بتخطب في الشعب، وبتقول ان هما هيتصدوا للعدو ويرجعوا كل اللي فات، بس الشعب فقد الامل لان مفيش قوه قتاليه. فبتطلع جان وبتقول ان هي هتحارب في الصفوف الاماميه وهيخلصوا على العدو المحتل. وبعدها مونو بيقعد يخطط مع الأميرة، وبيكون مصدوم جدا لأن في نقص كبير في الجنود، وده هيعمل معاهم عجز كبير. ونروح لمون اللي بترجع على بيت عيلتها، وبتروح لأخوها لأنه هو رئيس العيلة حاليا، وبتقوله إن هي عايزة 2000 جندي علشان الحرب. بس مون بتطلع من عند أخوها وهي متعصبة، وبتروح على حانة وبتفضل تشرب بكميات كبيرة جدا، وبتفتكر كلام أخوها لما كان بيرفض إن هو يديها جنود لأن الإنجليز لو هزموا فرنسا العيلة هتروح في داهية، فعلشان كده كان رافض ان هو يساعد اي طرف من الاتنين. المهم موم بتفقد وعيها وبتصحى وهي متوبطة، وفي مجموعة ملثمة حواليها، والاشخاص دولت بيبدوا يقربوا منها. بس قبل ما يعملوا لها حاجة الباب بيتكسر وبيدخل مجموعة جنود وبينقذوها. ونروح لجان اللي بتحاول هي والاميرة ان هم يشيلوا شيء سيف من الغمد بتاعه، وبعد عناء بينجحوا في كده، وده بيكون سيف اسطوري، والاميرة جايباها علشان جان تحارب بيه. بس الجند بيقطع كلامهم وبيقول ان ويل طالب اجتماع، وبالفعل الاميرة بتحضر الاجتماع ده هي ومونو، وويل بكل بجاحة بيعتذر للاميرة، وده علشان هرب لما كان فيه دخيل في القصر. فمونو بيتعصب من كلامه وبيقول له انت عبيط يلا، انت اللي باعت الدخيل ده. بس ويل بيخلع منه بشياكة وبيقول له انت عندك دليل على كلامك ده. فالاميرة بتقول لويل انت جاي عايز ايه؟ فويل بيقول لها انا جاي استرجع اللقب بتاعي. فالاميرة بتقول له لا 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 يا ويل، ده استحالة يحصل. فويل بيقول لها استني بس وشوفي ده الاول، وبيديلها رسالة. والاميرة بتتصدم من محتوى الرسالة ديت لان الكنيسة بتكون شاكة ان قوة جان ديت جاية عن طريق شيطان، فجان لازم تعمل اختبار كده. وبنروح لمون وبنلاقي مونو قاعد جنبها وبيبدأوا يتكلموا، ومون بتكون زعلانة علشان ما عرفتش تجيب الجنود علشان تساعد. وبعد فترة من الوقت بنلاقي مظاهرات كتير في الشارع، والواد اللي عامل مظاهرة ده بيقول ان جان واخدة قوتها من الشيطان، ومونو ساحر واسود، وبيفضل يسخن الشعب على العيلة المالكة، وبيقول ان بعد ما ويل اتطرد من القصر والعيلة الملكية فسدت ولازم يرجع علشان كل حاجة ترجع زي ما كانت، وباين اوي اللي ورا كل ده هو ويل. المهم بنروح للأميرة ومون وهما بيتكلموا عن الحرب، ومون بتعرف الأميرة ان الدوق اللي هو اخوها يعني مرضاش يبعت الجنود. فالأميرة بتقول لها ان هي لازم تحاول تاني. فمون بتعرفها ان الامر محسوم بالرفض. فالأميرة بتتعصب وبتقول لها ما هو برضك لو بريطانيا بعتت الجنود كلها كان زمان الحرب ديت مش موجودة اصلا. فمون بتتعصب عليها وبتقول لها ان بريطانيا دولة مستقلة ومش هتاخد اوامر منها او من اي حد، وبتمشي وهي متعصبة. ونروح لمون وجان، ومونو بيقول لجان ان هو هيفضل يحميها طول حياته وبيحضنها. فمون بتشوف الكلام ده وبتزعل اكتر.
وبعدها ايه وبتعرف موضوع ان مون مشيت ده، وبتروح وبتفضل تتكلم مع الاميرة ومونو، وفي الاخر بتقول لهم ان هما لازم ينسحبوا لانها مش هتموت جنودها بالبطيء، وبتسيبهم وبتمشي. وبالليل بيكون في ناس كتير قدام القصر الملكي، وفي شخص بيسخن الشعب على الاميرة وبيقول ان لو جان فعلا ما عملتش صفقة مع الشيطان يبقى لازم تعمل الاختبار ده. اتهموا مونو ان هو ساحر واسود، فمونو بينزل للشعب وبيحاول يهديهم، بس في 3 من الشعب بيقربوا عليه، ومونو بيوقف الجنود علشان الدنيا ما تسخنش اكتر، والتلاتة دولت بيبدأوا ان هم يضربوا في مونو. والجنية بتروح للأميرة وجان وبتقول لهم على اللي بيحصل تحت، والأميرة بتكون رايحاله، بس جان بتوقفها وبتفعل قوتها وبتنزل ليهم، والاشخاص دولت بياخدوا مونو رهينة، بس جان مش بيفرق معاها وبتخلص عليهم واحد ورا التاني وبتنقذ مونو، وبتقول للشعب انها هتعمل الاختبار مع ان انا مش ملزمة اثبت ليكم حاجة. وفي الوقت ده طاقتها بتخلص وبيغمى عليها، ومونو بيمسكها قبل ما تقع وبيبدأ يحكي للشعب عن قصة حياة جان وكمية العناء اللي شافتها في حياتها. وبنروح لتاني يوم ومونو بيتكلم مع الأميرة، وجان بتلعب جنبهم بالسيف الأسطوري وبتفضل تكسر في كل حاجة حواليها. المهم بنروح للفرسان وهم بيتضربوا، والشعب بيتفرج عليهم وبيتمنوا يكونوا زيهم، بس بيطلع واحد من وسط الشعب وبيقول ازاي طفلة زي جان بتحارب علشاننا واحنا نايمين هنا، وبيشجع الباقي ان هم يتمرنوا علشان يتصدوا للعدو مع جان. ونروح لجان اللي بتتكلم مع مونو عن حجر والفلاسفة، والجنية بتكون متضايقة منهم لانهم مش بيهتموا بحجر والفلاسفة، وبيخرجوا بوه وبيلاقوا كل الجنود والشعب بيصوخوا وبيكونوا متحمسين جدا، وجان ومونو بيكونوا مبسوطين جدا، بس مونو بيتخيل ان مون بتكون موجودة بس بيفتكر ان هي مشيت وبيزعل من تاني. وبنروح لفيليب اللي بتكون واقفة قدام تاج غريب كده وبتلبس التاج ده، بس بتبدأ ان هي تفتكر في ذكرياتها ودماغها بتوجعها جدا وجسمها بيوعش بشكل غير طبيعي، وبتبدأ ان هي تصرخ من شدة الألم. وبنوجع لمونو وجان وبيكونوا واخدين الجنود ورايحين يتصدوا للعدو، وبالفعل بيوصلوا وبيبدأوا ان هم ينظموا كل حاجة، وبيجي شخص كده ومونو بيكون عارفه وبيفضلوا يتكلموا شوية، وجان بتفضل توخم عليه شوية لحد ما بيجي شخص تاني وبيكون عصبي جدا وبيدخل القصر، والشخص العصبي ده بيفضل يتكلم مع مونو وبيكون متضايق منه جدا، وبيجي جندي وبيقول ان العدو بدأ يهجم، والشخص ده بيكون خارج وبيقول له مونو انك ترمي بنت صغيرة وتحارب ديت حاجة مش مقبولة منك كفاوس، وبيسيبه وبيمشي. وبنروح للحرب اللي بتحصل، وبيوصل على هناك الفاوس اللي شفناه من شوية وبيبدأ يخلص على جنود العدو واحد ورا التاني لحد ما بيظهر قصاده كائن غريب، والكائن ده بتكون فيليب بس بعد ما التاج سيطر عليها، وفيليب بتكون قوتها كبيرة جدا ولسه هتخلص عليه، لكن جان بتظهر وبتقول لها ما تيجي جولة، وبالفعل بتبدأ المعركة بينهم وبتكون كل حاجة من ليفل تاني خالص، قتال دموي جدا. وفي الاخر جان هي اللي بتنتصر وفيليب بتهرب من المكان، وجنود العدو بيبدأوا ان هم ينسحبوا كده، وبتكون فرنسا انتصرت على انجلترا في الحرب ديت. وبنروح لمكان غريب وبنلاقي شخص قاعد بيتكلم مع فيليب وبيلومها على تصرفها ده، وملحوظة محدش يعرف ان دي فيليب اصلا لان التاج ده غير شكلها 180 درجة. المهم كل الشعب بيبدأ ان هو يحيي مونو وجان على الانتصار ده، وبعدها بيروحوا وبيقعدوا مع القادة وبيفضلوا يتكلموا، وبعدها بيعبطوا شوية ومونو بيزهق وبيطلع من المكان يتمشى، بس فجأة بيلاقي جان خطفة واحدة دبل كيك ومديله واحدة مشبك سريعة كده وواخدة منه الاكسير. وبالليل مونو بيكون نايم وجان نايمة جنبه، وبيصحى فجأة وبيفضل يتكلم مع الجنية شوية. وتاني يوم بيكون الشعب كله واخد اسلحته وطالع يحارب جنب جان، لان بعد الانتصار اللي حصل ده كله خد حبوب الشجاعة. المهم ان في واحد من القادة بيرمي اللوم على مونو وبيقوله ان هو اللي هيحط الخطط بعد كده، وبيفكر في خطة وهي ان هو يضحي بالشعب ويبعت الجنود الاساسيين يحتلوا بقية المناطق، بس جان بتدخل عليهم وهي متعصبة جدا وبتقوله انت ازاي عايز تضحي بالمواطنين كده، وبترفض الفكرة رفض تام. وحتى اما مونو بيحاول يقنعها بتفضل على رأيها وبترفض، وبنروح للحرب وبتكون في مدعكة بتحصل والفرنسيين بيكونوا شبه منتصرين في الحرب ديت، بس بيطلع واحد من قادة جيش العدو وبتظهر جان وبتهجم عليه، فبيرمي عليها سهم بس هي بتتفاداه وبتكون نازلة عليه من السماء، بس بتيجي ضربة من جنبها وبتخلص عليها. واللي بتكون عملت كده هي فيليب، والشخص اللي معاها ده بيطلع سلاح تاني علشان يقتل جان، وفيليب بتكتف جان علشان ما تهربش
بيستوعبش ومش بيكون فارق معاه فيليب لو ماتت اصلا. والصدمة ان الشخص ده بيضرب عليهم سهم وبيقلع قلوبهم من مكانها، ومونو بيكون مصدوم وبيصرخ وجنود العدو بيجوا علشان ياخدوا حجر والفلاسفة. بس قائد الجيش الفرنسي بياخد جسم جان وبيهرب بيه، والكل بيطلب من مونو ان هو يهرب بس بيكون متسمر مكانه من الصدمة. بعدها بنشوف مونو واقف وسط نار وجان بتنادي عليه، ومونو بيجري يمتها وبيلاقي اشخاص واقفين قدامه وبيطلع قوة اسطورية وبيخلص عليهم كلهم. بيصحى مخضوض من النوم، ودي بقى هي عواقب انه نسى يغطيها. المهم بعد ما بيصحى بيلاقي القائد ده جنبه، واللي بعد كده هنقول عليه جو. المهم يعني جو بيفضل يتريق عليه علشان اغمى عليه في المعركة وكده، بس مونو بيفتكر جان وبيكون زعلان عليها جدا. وجو بيقول له ان هي ما ماتتش، وبيروحوا عند جان والجنية وبتقول لهم ان هي في حالة سبات. فمونو بيسألها عن علاج الحالة ديت، فالجنية بتقول له ان هو لازم يدور على السيف الاسطوري، ولو لقاه فهو بكده هيساعدها. وبيطلع يمشي علشان يدور على السيف ده، بس جو بيطلع يجري وراه وقال له ان احنا هنتهاجم من انجلترا الفترة الجاية ومحتاجين جنود زيادة. فمونو بيقول له طب وانا اعمل ايه يعني؟ فجو بيقول له ان هو يروح لجده ويطلب منه جنود. فمونو بيرفض، وده لان علاقته بجده مش افضل حاجة. بس جو بيقول له ان مفيش حل تاني، ولو على السيف يا سيدي هنروح احنا ندور عليه. وفي الاخر بينجح جو ان هو يقنع مونو وبيوصلوه لمكان كده وبيوجعوا هما، ومونو بيبدأ يتمشى في المكان ده لحد ما بيوصل لبنت كده، وبيبان ان هما يعرفوا بعض من زمان وبيفضلوا يتكلموا شوية. وفي الناحية التانية بنلاقي شخص باين عليه الكبر في السن بس نينجا، وبيكون قاعد وسط مجموعة من الجنود، وهو ده جد بطلنا. المهم نرجع لمونو اللي بيتكلم مع البنت اللي شفناها من شوية واللي اسمها فام. بس جده بيدخل عليه وبيقول له انا سمعت انك عايزني. يقول لي بقى يا سيدي انت عايز كام؟ فمونو بيقول له ان هو عايز 2000 جندي. فالجد بيوافق، بس الشرط ان هو يتجوز فام. بس مونو بيرفض وبيتعصب وبيحاول يضرب جده، بس زي ما قلنا الجد نينجا وبيوقده مكانه. وبالليل بنلاقي مونو قاعد وفام بتدخل عليه وبيفضلوا يتكلموا شوية، ومونو بيعتذر لها عن المشاكل اللي حطها فيها، بس فام بتصدمه وبتعترف له بحبها اصلا. المهم اليوم بيعدي، وتاني يوم فام بتكون قاعدة في الجنينة وبتفتكر الماضي الحزين بتاعها، وان جد مونو خطفها غصب عنها علشان تتجوز حفيده، وده لان عيلتها عيلة غنية جدا، ولو هي اتجوزت مونو فكده مونو هياخد كل فلوسها، يعني الجد ده علق من الاخر كده. المهم ان مونو رفض ان هو يعمل كده واتقلب السحر على الساحر، وجد بطلنا كان مخنوق منه، وده لانه هو السبب في فشل خطته. وبدأ الجد ان هو يضرب مونو، بس هو وقف قصاده وحماها كتير. المهم نروح لايو اللي خدت كل المرتزقة وبدأت ان هي تتصدى لانجلترا من تاني، وبتكون عاملة اداء فاخر من الاخر. بعدها بنشوف الجندي اللي خلص على جان وفيليب بيدخل على جسم فيليب وبيقول لها انا واثق انك هتتعافى قريب. ونروح بعدها المونو اللي جده بيدخل عليه وبيقول له ان هو غير الشوط اللي هياخد بيه الجنود، والشوط بقى ان هو يقضي ليلة مع فان. بس مونو بيرفض وبيرفع السيف على رقبته وبيقول له ان هو مش نفس الشخص اللي هرب منه زمان. بيقول له انا اتغيرت كتير، والجد بيتعصب وبيطلع يقعد لوحده وبيكون متضايق من تصرف مونو. بس بيدخل عليه امين المكتبة اللي شفناه مع مونو في اول الحكاية وبيقول له مش انا قلت لك تقتله وهو صغير وعلشان هو هيكون ملك الشياطين؟ صدمة بكل المقاييس. الجد بيقول له ده مش هيحصل طول ما انا موجود، لان هو حفيدي، وبيسيبه وبيمشي. المهم مونو بيروح لفان وبيفضلوا يتكلموا، وفان بتقول له ان هي هتضحك على الجد وتقول له ان هو نفذ الطلب بتاعه علشان ياخد الجنود. وبالفعل تاني يوم بيعملوا كده، ومونو بيروح على الجنود وبيكون حزين جدا، بس بيبدأ ان هو يخطف في الجنود وبيحمسهم للقتال. ونروح لايو اللي بتكون هي والمرتزقة اصحابها واقفين جنب جسم جان وبيكونوا زعلانين على حالها، وايو بتتوعد للشخص اللي قتل جان ان هي هتقتله بنفسها. بيكون في معركة دايرة بينهم. المهم بنروح لجو واخوه اللي بيفضلوا يتمشوا في الغابة مع الجنية وبيدوروا على السيف، بس الجنية بتعرفهم ان هم حاليا بيدوروا على غمد السيف بس، وده لان هي من 1000 سنة خبت السيف في مكان والغمد في مكان تاني علشان لو فضلوا مع بعض هتحصل مصيبة. المهم الليل بيدخل والجماعة دولت بيولعوا نار وبيتدفوا بيها وبيظبطوا حالهم، بس بتحصل حاجة غريبة
والاحجار اللي حواليهم بتبدأ تقرب منهم، وجو واخوه بيستعدوا علشان يهجموا، وبيطلع ان ده فخ والجنية عملته زمان بس هي ناسياه. المهم الجنية بتقول لجو ان هو يرفع نص حجر والفلاسفة اللي معاه، وبالفعل بيعمل كده. بيطلع من ورا الاحجار ديت جنيات صغيرة وبياخدوهم لمكان غمد السيف، بس الغريب انهم مش بيلاقوه. بس الجنية بتلاحظ بنت كده والكل بيشوف البنت ديت ومعاها الغمد، والبنت ديت بتكون واحدة من جيش انجلترا. المهم واحدة من الجنيات الصغيرين بتشوف كتيبة من الجنود وبتيجي وتعرف ملكة الجنيات، والملكة بتتوتر وتبدأ ان هي تعمل خطة ذكية، وهي كالتالي: الاخين هيشغلوا البت ديت وهي هتروح وهتسرق منها الغمد، وبالفعل بيبدأوا في تنفيذ الخطة ديت. بس الصدمة البنت بتاخد بالها منها وبتدي لها سهم تخلص عليها، والكل بيكون مصدوم، وده لان ملكة الجنيات ماتت بالسهولة ديت. بس ملكة الجنيات بتظهر قدام البنت تاني وبتوقعها من فوق الشجرة، وواحدة من الجنيات الصغيرين بتقول ان ملكة الجنيات خالدة والعياذ بالله. بعدها جو بيقول ان الفرسان قربوا وبيدي الغمد لاخوه والجنية، وبيقول لهم ان هم لازم ينقذوا جان، هو هيتصدى للجنود دولت علشان يوفر لهم وقت. وبنروح لحبيبنا مونو اللي بياخد الجنود وبيمشي تحت نظرات جده، وبتيجي الجنية وبيعرف منها ان جو مات، فبيزعل مونو عليه جدا. بس بيلاقوا قصاده كتيبة من الفرسان وقائدهم هو ويل، وبيفضلوا يتكلموا شوية وويل بيفضل يستفز في مونو. بس بتحصل الصدمة لما جو بيدخل عليهم بالحصان بتاعه، ومش بيكون لوحده، لا بيكون معاه مون بجيشها الخاص. وعلشان تكون واخد بالك جو ده هو اخو مون الصغير اصلا. المهم نرجع فلاش باك للي حصل لما جو كان بيحارب كتيبة انجلترا لوحده، بس مون بتكون معدية بالصدفة ومعاها الجيش الخاص بيها، فبتنقذ اخوها وبتجبر جيش العدو ان هو ينسحب. وبنرجع للوقت الحالي ومون بتقرر ان هي تخلي مونو يعدي بالجيش بتاعه علشان ينقذ جان، وهي هتتصدى للخاين ويل. بس مونو بيكون رافض، بس في الاخر بيوافق وبيعدي، ومون بتدخل في حرب مع ويل. بنروح للاوعي بتاع جان اللي بتفضل تحلم بكوابيس وبتفضل تنادي على مونو. المهم نرجع لمونو اللي بيكون وصل عند القلعة اللي فيها جان، بس مش بيعرف يدخل علشان في حرب قدام القلعة ديت، فبيتحد هو وجوه والواد الالوان ده علشان يفتحوا طريق، وبالفعل بيعملوا كده وبينجح مونو ان هو يدخل لجان علشان ينقذها. بيحاول يعالج جان بس بيفشل، وده لان الاكسير اللي في جسمها بقى قليل جدا، فبينقل ليها شوية اكسير وبيتفاعل الغمد في الوقت ده، وبتتعالج جان وبتصحى. وعند جيش انجلترا بنلاقي فيليب صحت هي كمان، وعنده جنود فرنسا بيكونوا متدمرين من المعركة اللي فاتت ومعنوياتهم في الأرض، بس جان بتظهر قدامهم وبتفضل تشجع فيهم. وعند فيليب بنلاقيها بتتكلم مع رامي السهام اللي كان قتل جان قبل كده، وبتقوله ان اللي حصل ده غلطته، علشان هو لو كان رمى السهم في دماغها كان زمانه خلص عليها وخلاص، لكن دلوقتي هيفضلوا يناحوا تاني مع جان. تخرج وبتسيبه، بس شبح ابوها بيظهر ليها وبيقول لها عايزة تموتي وده غير مسموح بيه قبل ما تنفذي امري. بس فيليب بتكون رافضة، بس التاج بيسيطر عليها وبتتجنن وبتروح على ساحة المعركة. وعند مون والشلة بتاعته بيعملوا خطة حلوة كده علشان يهاجموا انجلترا، وبعد ما بيخلصوا بيكونوا ماشيين، بس بيجيلهم جندي وبيقول لهم ان فيليب رجعت الساحة من تاني، والكل بيكون مصدوم، وده لانهم ما يعرفوش ان هي اتعالجت. المهم جان مش بتسكت وبتتحول وبتخرج تخلص على جنود العدو لحد ما بتظهر فيليب وبيبداوا يتقاتلوا. المهم نرجع لمونو اللي بيبدا يخطف في جنود التعزيزات وبيحمسهم وبيهجموا على قلعة انجلترا، والجيش الفرنسي بيكتسح جيش انجلترا بالمعنى الحرفي، وبيفتحوا طريق لمونو علشان يوصل لجان. وعند جان بقى بيكون القتال بينها وبين فيليب متكافئ، بس جان بتنجح ان هي تقطع دراعها، بس فيليب بتعالج نفسها في ثواني. والجندي اللي جنب جان بيحذرها من السهم المقدس علشان هو الوحيد اللي قادر يقتلها، بس فيليب بتقول ان مفيش فايدة من القتال لان جان اقوى منها اصلا. بتبدأ ان هي تلعب على الجانب النفسي لجان، وان مونو خانها واتجوز بنت تانية علشان يجيب الجنود. وفي الوقت ده بيوصل مونو للمكان وجان بتواجهه بالكلام ده، فبيقول لها ان هو ما كانش عنده اختيار تاني. فجان بتتعصب جدا وبتهجم على فيليب هجمة قوية جدا لدرجة انها بتكسر سيف فيليب،
فيليب، بس فيليب بتضربها تطيرها في الهوا، والفوسان بيضربوا عليها كلهم مرة واحدة علشان جان ما تعرفش انهي واحد هو السهم المقدس وتتفاداه. وده فعلا اللي بيحصل مع جان، وبتستسلم وبتخمد، بس مونو بيتعصب وبيبلع النص التاني من حاجة والفلاسفة، بيعمل حاجز دفاعي، وده لان نص الحاجة واللي مع جان هو النص الهجومي، والنص التاني اللي مع مونو هو النص الدفاعي. المهم بيفضلوا يضربوا عليهم اسهم، بس مونو بيتصد لكل سهم، ففيليب بتبدأ قتال تاني مع جان لحد ما بتنجح انها تكتفها، وبتطلب من رامي ان هو يرمي السهم، بس مونو بيعمل حاجز دفاعي علشان يعرف يتصدى للسهم ده، بس الحاجز بتاعه مش بيكون بالقوة الكافية، والسهم بيخترقه وبيوقع على جان وفيليب، بس لحسن الحظ السهم بيكون ضعف ومش بيوصل لجان، فجان بتنتهز الفرصة وبتبدأ ان هي تضرب في فيليب لحد ما فيليب بتقع في الارض، وبتبدأ ان هي تتهز، وبعدها بتقع في البحر، ورامي بينط وراها علشان ينقذها، وجان هي كمان بتقع، بس مونو بيمسكها وبيطلعها، والجنود الفرنسيين بيبدأوا ان هم يحتفلوا بالانتصار ده، بس مونو بيحس بوجع شديد، وفجأة السما لونها بيتغير للاسود، والجنية بتقول ان حاجة والفلاسفة خرج عن السيطرة، والبعد الخامس والسادس والسابع ظهروا، وده معناه ان وحش نهاية العالم ظهر، وبيبان ان في وحش عملاق موجود في السماء. الجنية أسطوروس بتقول انها ما توقعتش ان حاجة والفلاسفة هيخرج عن السيطرة كده، فمونو بيقول لها مش المفروض ان انا اموت وخلاص، بس في الوقت ده بتيجي ايه وبتسأل عن اللي بيحصل، فمونو بيزعل أسطوروس وبيقول لها تاخد ايه وجان وتهرب من المكان، والوحش بيهجم على مونو بهجوم قوي جدا، بس مونو بيعمل درعه وبيصد هجمة الوحش، ومن قوة تصادم الهجمات المباني اللي حواليهم بتتدمر، وبتظهر فتحة اسمها فتحة بابليون، واول ما بتظهر قوة الوحش بتزيد وبيكسر درع مونو، والفتحة دي بتبلعه جواها، وبيبدأ ان هو يتألم جامد وبيصرخ بشكل هستيري، وبعدها بيظهر في مكان غريب كله حطام، وبيلاقي شخصين بيحصل بينهم قتال، واحد منهم بيقول ان هو الملك والعياذ بالله، بس الصدمة ان الشخص التاني بيكون مونو المستقبلي ومعاه أسطوروس كمان، والحاكم ده بيبدأ يهدد مونو المستقبلي بان هو لو موته كل البشر هيموتوا، بس مونو مش بيهتم وبيبدأ يخلص عليه بقوة مجهولة وماهولة، وبعد ما بيخلص عليه بيقع على الأرض وبيبدأ يختفي، وبيودع أسطوروس بكلمات حزينة، وكل الكلام ده مونو بتاع الحاضر بيكون شايفه. ونرجع بقى للعالم الواقعي، وبنلاقي جسم مونو واقف بطريقة غريبة، وفجأة بيطلع له أجنحة وبيتحول لشيطان، وكل الجنود أول ما بيشوفوا المنظر ده بيصرخوا وبيبدأوا يرموا الأسهم على مونو، بس كل الأسهم ديت مش بتأثر فيه، وبيبدأ يهجم عليهم وبيخلص عليهم واحد ورا التاني، ومن قوة الشيطان ده بيخلص على مئات الجنود بضربة واحدة، فبقية الجنود اما بيشوفوا المنظر ده بيبدأوا يهربوا علشان ينجوا بحياتهم، اما الشيطان ده بيبدأ يضحك وبينادي على سفينة بيقول لي هتهجم، وفي الفضاء بنشوف سفينة عملاقة شكلها غريب، اول ما بتسمع النداء ده بتتفاعل وبتبدأ تضرب على كوكب الارض وتدمر فيه. عند أسطوروس اللي بتكون لسه مصدومة بتتكلم مع العجوز ايكو، واللي بتقوله ان هو كان لازم يخلص على مونو وقت ما اتولد علشان العالم كان يتفادى الكارثة ديت، فبقية المجموعة بيصرخوا عليهم وانهم مش فاهمين ايه اللي بيحصل، بس مونو بيبدأ ان هو ينادي على أسطوروس وبيبدأ يدور عليها في كل مكان، فالكل بيجوا علشان يدخلوا القلعة، بس العجوز ايكو بيقف يتكلم مع أسطوروس وبيقول لها ان من فترة المملكة بعتتنا علشان ندمر كل احجار والفلاسفة اللي موجودة في العالم، بس كان في خاين بينا وساب حجر منهم في فرنسا ووقع في ايد مونو، وبيعرفها ان احجار والفلاسفة بيكون محبوس فيهم الحكام والعياذ بالله، بس مونو بيقطع كلامهم لما بينزل قصاد أسطوروس وبيقول لها ان معاه تصفية الحساب جه خلاص، وبيبدأ يقرب منها، فالعجوز بيقف قدامه وبيبدأ يهجم عليه وبيفعل تعويذة باستخدام سحر الخيمياء، ومن قوتها بتوقع مونو على الأرض، وإيكو بيقول ان العالم مش محتاج اللي زيه، البشر قادرين ان هم يعتمدوا على نفسهم، بس الشيطان بيضحك وبيقوم وبيدمر تعويذة إيكو وبيهجم عليه بهجمة تخلص عليه، وبعدها بيقرب من أسطوروس بيقول لها ان هو قال لها من زمان ان هو هينتقم منها، فبتقول له ان هي حامية حجر والفلاسفة يعني ما يقدرش يقتلها، فبيقول لها انت اصلا خالدة فمش هتموتي فهفضل اعذبك، وفعلا بيبدأ ان هو يموتها وبتصحى تاني وبيموتها وبتصحى تاني، وبينتقل بينا المشهد لبقية الشلة لما بيلاقوا ان الدنيا هديت شوية وبيروحوا للقلعة.
واسطاووس بتقول ان هي هتستخدم حاجة والفلاسفة اللي موجود في السيف، بس جو بيوقفها وبيقول لها ان هي لو استخدمت حاجة والفلاسفة من غير اكسير هتموت. فبتقوله ان هي كانت اخدت اكسير من مونو قبل كده وبتغرس السيف في جسمها وبتبدأ ان هي تتحول وبتروح عند الشيطان اللي بيكون لسه بيعذب في اسطاووس، والشيطان بيستهزأ بيها وبيطلع وحش زي اللي كان ظهر في السماء وبيخليه يهجم عليها، بس هي بتدمره بكل سهولة. بيهجم عليها برماح مخفية فايو بتنجح تصدهم فعلا، واسطاووس بتكون عندها امل ان ايو تنجح انها تخلص عليه، بس المدة الزمنية بتاعة ايو بتخلص وبتقع. بس لما بتفتكر ذكريات من الماضي وشوية لحظات مع جان بتقف وبتضرب بمسدسها على الشيطان وبتنجح ان هي تخرج من جسمه حاجة والفلاسفة وبتنهار وبتقع على الارض. بس الصدمة بتحصل لما بتخرج ايد غريبة وبتدخل حاجة والفلاسفة لجسم مونو من تاني، وبيبدأ مونو ان هو يتحرك ناحية ايه بالراحة وبيوصل عندها وبيشتلها وبيتأسف ليها وبيطلب منها تخلص عليه بسرعة قبل ما الشيطان يتحكم فيه من تاني. بس ايه بترفض، فمونو بيفضل يتحايل عليها وبيصرخ في ايه، وايه بترفع المسدس عليه بس الشيطان بيتحكم في الجسد من تاني وبيضربها. بس فجأة كده بيتألم ونص حاجة والفلاسفة بيتوهج والنص التاني اللي في جسم جان بيتوهج، والجان بتصحى وبتروح عند مونو وبتبدأ تضرب في الشيطان وبتكون زعلانة من مونو، وده علشان كان عايز يموت ويسيبها. بس بيصحى مونو في الوقت ده لكن الشيطان مش بيسيبه، وبندخل على اللاوعي بتاع مونو بنلاقي ان في ناس رابطين جان على عمود وبيولعوا فيها. مونو بيكون مصدوم وبيقول ان كل ده هيحصل لجان في المستقبل لو هو ما ماتش، وفي العالم الواقعي الشيطان بيتحكم في جسم مونو. فجان بتبدأ ان هي تعيط وبيحصل انفجار عند مونو والشيطان بيتحول لشكل جديد، فجان مش بتستحمل وبتهجم عليه بعشوائية لكن مش بتعرف تصيبه. بنروح عند فيليب اللي بتكون في اللاوعي بتاعها، وروح ابوها بتبدأ ان هي تلعب في دماغها، بس فيليب بتفكر في مونو فابوها بيقول لها ان هي تروح تقتل الشيطان وهتاخد شعبية كبيرة وهتحقق حلمه. وبتصحى في العالم الواقعي وبنلاقي الفارس اللي كان نط وراها قاعد جنبها وبيديلها الخوذة بتاعتها وبيعملوا خطة علشان يخلصوا على الشيطان ده. ونروح عند جان اللي بتكون لسه بتهجم على الشيطان، فايو بتقول لها انها تشتته وهي تهجم تقطع راسه، فجان بتتردد شوية كده لكن في الاخر بتوافق وبتهجم ايو، بس الشيطان بيضربها يوقعها، فجان بتهجم هي كمان والشيطان بيرميها جنب ايو وبيضحك وبيطلع منه شعاع احمر وكده وبينادي على اتباعه وبيفتح شق كده وبيخرج منه كمية كبيرة من الشياطين بمختلف الاشكال والاحجام، والكل بيكون مصدوم وبيبدأ الشياطين دولت ان هم يدمروا في كل حاجة حواليهم. واسطاووس بتروح تقف قدام الشيطان وبتقول له ان هو يسيب البشر في حالهم ويعاقبها هي علشان هي اللي قالت للبشر يتمردوا عليهم، بس الشيطان بيضربها يوقعها. فيليب بتهجم عليه وبتكتفه، فوام بيحدف عليه السهم المقدس بس الصدمة جان هي اللي بتصده وبتقول ان مونو لسه موجود في الشيطان. بعدها الشيطان بيضرب فيليب بيوقعها ووام بيحاول يصيبه تاني بس من غير فايدة، والشيطان بيكون متعصب جدا وبيهجم على جانا علشان يقتلها، بس فيليب بتحميها وبتقول لها ان امل وجوع مونو في ايدها. وجان بتجري على جسم مونو وبتحضنه وبتديله واحدة مشبك بتدخل جوه ذكريات مونو، وبتلاقي انه هو قاعد في مدينة وبيكون في عجوز واقف فبتسأله عن مونو، فبيقول لها ان هو موجود في الاكاديمية. وبنروح على الاكاديمية لما كان مونو قاعد مع مون في اول الحكاية، بس جان بتدخل وبتنادي عليه بس هو مش بيعرفها وبيبعدها عنه. وجان بتروح تقعد على البحر وتفكر هتعمل ايه، فبتلاقي مونو جاي هو ومون والاميرة وفيليب وبيحلفوا قسم الصداقة، فجان بتروح عنده وبتبدأ تفكره بذكرياتها، تبدأ ان هي تفكره بذكريات حصلت معاهم على امل ان هو يفتكر حاجة، بس بيتعصب وبيبدأ يصرخ بشكل هستيري وجان بتقلق عليه. وجان بتنتقل لذكرى تانية لمونو وهو صغير وبيكون قاعد جنبه بنته وبيتكلموا، ومونو بيقول للبنت ديت ان هو لازم يخترع حاجة تخلي البشر ما يموتوش في الحرب اللي بتحصل ديت، وبيدخل وبيقرأ كتاب عن حاجة والفلاسفة. وجان بتدخل عليه وبتقول له ان هما لازم يرجعوا، فبيقول لها ان هو مش هينفع يرجع، وبياخدها وبيدخلوا مكان غريب وبيوريها شكلها وهي بتتحرق، وبيقول لها ان ده اللي هيحصل لها لو رجعوا للمستقبل، فالافضل ان هما يفضلوا هنا علشان هي تفضل في امان.
وده لان المستقبل عمره بيتغير وبينقلها لاول مكان اتقابلوا فيه، وبيقول لها ان هم هيعيشوا هنا هو وهي. هو اي نعم ده عالم مزيف بس هنعيش في امان. وبتنام جان في حضنه وبيبدا يقنعها ان هم لازم يفضلوا هنا، بس جان بتقف وبتقول له لا احنا لازم نرجع للواقع علشان كل الناس اللي نعرفها. فمونو بيمسك دماغه وبيبدا يصرخ، فجان بتاخده في حضنها وبتبدا ان هي تقنعه ان هم لازم يرجعوا. ومونو بيقتنع وبيرجعوا للعالم الواقعي، وجان بتسيب جسم مونو والشيطان بيبدا يصرخ ومونو بيطرده من جسمه. وبينجح ان هو يعمل كده والشيطان بيكون متعصب جدا وبينادى على السفينه بتاعته وبيأمرها ان هي تدمر الكوكب باكمله. وبالفعل السفينه بتبدا ان هي تضرب على الكوكب، ومونو بيعمل حاجز وبيصد كل هجماتها، والشيطان بيكون مصدوم من كده. واتباع الشيطان بيبداوا ان هم يختفوا، والشيطان بيتعصب ويبدا يهجم عليهم، بس مونو بيعمل حاجز ولكن بيتكسر وبيحدفهم بعيد. فمونو بيدي اكسير لجان وحجر الفلاسفه بتاع جان بيتوهج وبيستعد للقتال، بس الشيطان مش بيديهم فرصه وبيهجم عليهم. فمونو بيعمل دواء حوالين ايده وبيثبتها، وجان بتجوع على الشيطان علشان تخلص عليه. فالشيطان بيطلع الشوك من ايده علشان يعيق تقدمها ناحيه رقبته، بس بيفشل في كده. وجان بتنجح ان هي تقطع رقبته وتخلص عليه، وبيقع مونو وجان على الارض. الجنود بيبداوا ان هم يحتفلوا بالانتصار ده، واستار وورز بتكون مبسوطه جدا لان اخيرا البشر انتصروا. بس فيليب بتوقف وبتكون ماشيه، بس روح ابوها بتبدأ ان هي تلعب في دماغها من تاني وبتقول لها انها لازم تقتل جان علشان ما تاخدش منها مونو صديقها وحبيبها. وبالفعل فيليب بتروح يمة جان وبتمسك سيفها وبتكون لسه هتقتلها، بس بتغوز السيف جنبها وبتنادي على روامي صاحبها وبتقول له يخلص عليها. ووامي بيرمى على الخوذة بتاعتها سهم وبيدمرها، وبتضحك فيليب وبيغمى عليها، وجنود العدو بينسحبوا وهم مستغربين من الحاجات اللي شافوها في الحرب ديت. وبيقابلهم بنت كده بتقول لهم انهم لازم ينسحبوا، بس قائد الجنود بيكون رافض. فبتقول له ان معنويات جنود فرنسا عالية وبيضحوا بحياتهم عادي فلازم ينسحبوا، بس القائد بيقول ان كده القديسة جان اسمها هيتكتب في كتب تاريخ فرنسا. فالبنت بتقول له ان القائد عامل حسابه لكل حاجة. وعند مونو بيشيل جان وبيقف عند الجنود وهم بيصرخوا وفرحانين بالانتصار ده. وبالليل بيكون كل شعب فرنسا بيحتفل بالانتصار ده، وعنده مونو وجان اللي واقفين في حصن كده. جان بتكون زعلانة وده علشان مونو ادى لايه واحدة مشبك علشان ينقل لها الاكسير. فبتقول له يا عم ما تكدبش وقول انك عايزها زوجة تانية. وفي الوقت ده الاميرة بتيجي وبتفضل تحضن في جان وبتهزر معاها. المهم بيخلصوا عبط والاميرة بتكرم ايه وعلى انجازاتها وبتعين مونو قائد الجيش الفرنسي، يعني اعلى رتبة في الجيش. ومونو بيكون رافض، فبتقول له ان هو لازم يكون منصبه عالي علشان النبلاء هيحاولوا يخلصوا على جان وان هو لازم يحميها. فمونو بيوافق على المنصب. وبالليل بنلاقي الجنية شايلة شنطة كده وماشية، بس مونو بيقابلها قدام القصر وبيسألها عن سبب مغادرتها كده لوحدها. فبتقول له ان هي فشلت في حماية الاحجار. فمونو بيفضل يقنع فيها علشان تفضل وبتوافق ان هي تفضل. وعند فيليب بترجع للمكان اللي خدت منه التاج، بس الصدمة بتلاقي التاج اللي اتدمر موجود مكانه، وبيطلع صوت من التاج بيقول له انه بيقول لها ان هو مش هيتدمر نهائي. وبتطلع روح ابو فيليب وبيحاول يلعب بدماغها علشان تقتل جان، بس فيليب بترفض وبتطلع من المكان. وتاني يوم الصبح الاميرة بتجمع الجنود وبتبدا انها تخطف فيهم وتقول لهم ان هما كسبوا الحرب، وقائد الجيش مونو هيقول لهم على الخطوة الجاية. ومونو بيقول ان هما هيتوجهوا للكنيسة علشان يتوجوا الاميرة شارلوت وتكون ملكة لفرنسا، بس مون بتتدخل وبتطلب انها تنضم ليهم. فمونو بيوافق وبيتوجهوا للكنيسة وبيفضلوا يهزروا ويضحكوا شوية. والعجوز ايكو بيكون واقف فوق الجبل بيواقب كل ده وبيبتسم. وهنا بينتهي الانمي بتاعنا. وطبعا لو الحكاية عجبتك ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعل زر الاشعارات علشان يوصلك كل جديد. ويلا سلام.